صباح الخير عليكم. النهارده الفيديو ممكن يكون طويل شويه. كنت يعني النهارده هتكلم عن نفسي اكتر، واتمنى يعني ان ممكن حد مثلا يستفاد من القصه بتاعتي او كده. انا بالنسبه لي افتكر مثلا لما كنت 17 سنه زمان. طبعا كل ما اقول كلمه زمان دي بقعد اضحك، لان احنا يعني في ناس من الجيل بتاعي كتير انصدموا مره واحده، اللي لقى نفسه بقى 40 سنه وبقى 39 سنه واللي بقى 36 سنه. السنين بقت تجري بسرعه جدا بطريقه غريبه. آه، عشان في احداث كتير حصلت، فاحداث كتير مرت علينا، فمخليه الواحد مش حاسس بالوقت. فانا افتكر زمان لما كنت 17 سنه. آه، انا حلم السفر بالنسبه لي كان عندي من يعني من وانا في الثانوي، لان انا ليا اخت في امريكا من وانا في الثانوي. يعني ما اعرفش كنت ايه، مثلا 17 سنه 16 سنه مثلا. فالحلم كان مسيطر على تفكيري، يا دوب اخلص الدروس يعني. كان في شقاوه والكلام ده كله وانا في الثانوي، بس بعد كده الدنيا هديت شويه بقى لما دخلت الكليه. آه بقيت يعني قاعد على الكمبيوتر اكتر، ومصدر تفكيري كله للسفر، وشايف ان انا في امريكا وبحلم امريكا وكل حاجة. اللي هو الحلم الامريكي مسيطر على تفكيري، مخليني منعزل عن العالم. طبعا كان ليا اختلاطات وليا بعض الذكريات، بس اللي هي مش كتير. فانا دايما لما بعمل فيديوهات او بتكلم مع حد وبلاقيه متعلق بالموضوع، وبلاقيه بيجيله حالة الاحباط بعد ما يترفض ويزعل لانه معلق حلمه على امريكا وكده، فكنت دايما اقعد اقول لهم: يا جدعان، آه يعني ما تغلطوش غلطتي. ايه الغلطة اللي انا غلطتها؟ طبعا انا لو الزمن يرجع بيا هفكر وابقى نفسي اسافر برضو، لان الله اعلم انا لو كنت لسه هناك معرفش انا كان هيبقى حالي ايه، او اكون وصلت لايه الكلام ده كله. ف بس اللي انا فقدته بقى، يعني انا مثلا كنت في الاعياد ما بخرجش. آه، ابويا الله يرحمه وامي يلا تعالى رايحين هنا، رايحين نزور ناس، رايحين نزور قرايب، ما بروحش ولا شاغل بالي. حد مات ما بروحش، حد عنده فرح ما بروحش، ما يعني مش فاضي خالص ومش فايق، وافضل على الكمبيوتر طول الوقت، افضل سهران للصبح. ضيعت وقت كتير بقى ان انا يعني ما قضيتوش مع اهلي. فدايما اقعد اقول للناس: يا جدعان يعني استمتعوا بالوقت اللي انتوا فيه مع اهلكم، ممكن بعد كده يعني ما يبقاش في فرصة تشوفوهم او تكونوا معاهم. انا واحد من الناس سافرت، انا الحمد لله يعني كنت قضيت يعني بعض من الوقت مع اهلي. بس انا مثلا كنت دايما متعود، دايما لو هم مش موجودين، هم كانوا هنا برضو في امريكا، لو هم مش موجودين بتصل بيهم الصبح دايما كل يوم ونقعد نتكلم والكلام ده كله. بس طبعا اللي حصل بقى لما بابايا تعب، نزلت شفته مرتين ولا حاجة. بس لما حصلت الوفاة انا ما كنتش موجود اصلا. وحصلت انا كنت نايم صحوني الفجر: ابوك الله يرحمه خلاص ومش عارف ايه. طبعا كانت لحظة صعبة جدا، وما بحبش اتكلم عنها يعني، لان الموضوع كان خارج عن ايدي وكان موضوع صعب جدا بالنسبة لي يعني. آه، ما اقدرش اوصفه، وما اتمنهوش لحد. لان انا كنت بحب ابويا جدا يعني، هو كان بيحبني برضه، كنت اتمنى ان انا على الاقل اشوفه يعني. بس للاسف الوقت ما اسعفنيش والظروف يعني. فيعني بتمنى كل حد يستمتع باللحظة دي، يعني وجودكم جنب أهلكم دي حاجة حلوة. انتوا في البلد أنا عارف الظروف صعبة، الظروف صعبة والله في كل حتة. الاقتصاد عندنا فيه مشكلة شوية، الحمد لله احنا عايشين وكويسين، والناس يعني الواحد دايما يحمد ربنا طول الوقت. بس الحال يعني مش متظبط. بس طبعا مش هقارنه بالحال في مصر او في الدول العربية، يعني ربنا يكون في عون الناس. بس استمتعوا باللحظات اللي انتوا فيها مع بعض، وما تعلقوش حلمكم تخليه يسيطر عليكم ان انتوا تنعزلوا عن العالم او تندمجوا في العالم. جرب، اعمل، اتعلم حاجات جديدة. للأسف أنا زمان كنت بيبقى عندي وقت كتير وكنت ممكن ما انامش. احنا هنا اندمجنا في روتين ابن لذينه. يعني انت عندك 5 أيام شغال، اليومين الأجازة بيطيروا في ثانية ما تلحقش تعمل فيهم أي حاجة. آه ال 40 ساعة دماغك شغالة على الروتين. أنا زمان كنت عشان أصحى لازم أعمل منبه، أنا دلوقتي بصحى في نفس الميعاد، لدرجة إن أنت تبقى عندك الأجازة مش عارف تنام، بتصحى لأنك متعود على الروتين. فبس يعني أنا
حلم من احلامي ان انا انزل مثلا ابقى في مصر كده، انام لي يومين 3 4 ايام ورا بعض كده، بس مش ما اروحش حته يعني. فاهمين حاجه؟ فاستفادوا من الوقت اللي انتوا فيه، واستمتعوا بالحياه اللي انتوا فيها مهما كانت الصعاب اللي فيها. اكيد ربنا شايفكم وهيدي لكل واحد على قد اجتهاده، على قد طموحاته. فاجتهدوا، اتعلموا حاجات. انا اتمنى يكون عندي الوقت بتاع زمان اقعد اتعلم حاجات. انا طول عمري بحب كده لحد الان، بقعد احاول اشوف فيديوهات اتعلم منها، اتعلم لغة جديدة، اتعلم حاجات عن الدين، اقرا حاجات عن الاديان الاخرى. بس مش نفس الوقت اللي كان عندي وانا في مصر. ما اعرفش الوقت عندكم ما شاء الله فيه بركة، احنا عندنا ما فيش. اليوم بيخلص تلاقي نفسك تاني يوم رايح الشغل. فاستفادوا بالوقت اللي انتوا فيه، وبرضه اسعى ورا حلمك عادي، وان شاء الله ربنا يرزقك. معرفش ظروف كل واحد ايه، بس استمتع بالوقت اللي انت فيه لحد ما ربنا يحقق لك حلمك وتوصل لهدفك يعني. انا كنت حابب افضفض معاكم شويه بالكلام ده بس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو شفتيني لاخر الفيديو شكرا لكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.